السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا كبده اسكندراني، ولا اقول لكم والله احلى من الاسكندراني كمان. هنا معايا اول حاجه الكبده بتاعتي. هبتدي ان انا احطها كده في محلول. ليمون وخل وكمون وكزبره وفلفل اسود، كل ده بيشيل منها الزفاره. طبعا انا بقى ولا بسلقها ولا بحطها في ميه، عشان الناس اللي بتقول بننزل منها الدم. تنزلي من الدم ايه؟ هي اصلا الكبده دم. فانتي لما بتسلقيها وبتعرضيها الميه انتي بتخليها تتزفر اكتر. فده المحلول اللي معايا اللي انا قلت لكم عليه اهو. وبنقعها كده فيه وبسيبها انا بقى بقطع جنبها البصل والفلفل والحاجات اللي بتبقى جنبها. يعني مثلا تاخد لها نص ساعه كده ولا حاجه. تاني حاجه بقى دي التتبيله بقى اللي انا بقول لكم عليها. اول حاجه كده معايا توم، بس هيكتروا شويه توم يعني. المعلقه اللي انا حاططها دي بقى خليط كزبره مطحونه. كزبره ورق لورا وحبهان وفلفل اسود وكمون. وحطيت برضو معلقه كمون وبهارات مشكله وتوم باودر وبصل باودر وفلفل اسود. هبتدي ان انا ادقهم كده. ودي التركيبه بتاعت الحبهان. باخد كده الحبهان احط فيه اللي هي الحبوب اللي فيه من جوه، انما القشر ده بركنه كده على جنب، ببقى اطحنه بعدين، مش برميه يعني وكده. هنا ابتديت احطهم وبعد كده هدقهم كويس. وبعد ما ادقهم كويس قبل ما احط الفلفل هدقهم الاول وبعد كده احط الفلفل. لو انتوا عايزين كده تعملوا كل ده في الكبه اعملوه عادي، بس انا عشان خاطر بدقهم وكده فدقيتهم قبل ما احط الفلفل وكده. وبعد كده هحط بقى برضو معلقه خل وعصره ليمونه كده. وابتدي برضو ان انا ادقهم ناعم. لو انت حابه تستخدمي الكبه عشان تنعم براحتك، انما انا هنا دقيتهم على ايدي وكده. ده الخليط بتاعي. اول حاجه انا كنت بس مستعجله شويه، فعشان كده نزلت بالبصل. قلت ادبل البصله شويه عشان انا كنت الصراحه مستعجله في الاكل وكده. وهنا بعد ما البصله دبلت شويه هنزل برضو بفلفل الوان. او لو مش عندك الوان عادي ممكن طماطمية صغيرة عشان بس تدي منظر جمالي كده مش اكتر. ده الخليط برضو اللي هنحطه على الكبدة. انتوا ممكن تستغنوا عن الخطوة دي وتحطوا الكبدة على طول في الخليط اللي انا عملته معاكم اول مرة، وبعد كده تضيفوا البصل والفلفل عليه. انما انا بس عشان كنت مستعجلة ومحتاجة ان هي تتدبل شوية معايا، زي ما انتوا شايفين كده حطيتها على النار ودبلتها شوية. وبعد كده هبتدي بقى في نفس الطاسة اللي كان فيها البصل والفلفل، نزلت بقى بنص الخليط. نص الخليط كده هديله تشويحة في زيت سخن. اول بس ما تشمي ريحة التومة ما تحرقهوش، اول بس ما تبتدي تشمي ريحة التومة بتطلع تنزلي بالكبدة بتاعتك. شايفين الكبدة بتاعتي ما شاء الله اللهم بارك، ولا نزل فيها دم ولا نزل فيها اي حاجة. يعني الخليط المية السائلة اللي بتنزل منها والله العظيم بجد جميل قوي، مفيش فيها اي ريحة زفارة خالص خالص، حتى لو كبدة عندك مش طازة. هنا بقى الخليط اللي كنت حطيته على جنب اللي هو البصل والفلفل ضفته. طبعا بحط البصل بس عشان خاطر يكتر معايا الكميه، انما انت ممكن برضو تستغنى عن البصل لو انت عايزه تعمليها بكبده بس، كبده وفلفل بس برضو. انما البصل والله ولا بيغير في طعمها ولا اي حاجه، بل بالعكس بيديها شكل جمالي. وبيكتر معاك الكميه لو انت عندك اطفال وكده، او لو انت مثلا عايزه تفطري وتتغدي بيه بس. وكان هنا بقى معايا عيش فينو بقطعه كده بالمقص. اسهل بكتير عشان السكينه بتبهدله منك لو انا عندي السكينه مش حاميه. طبعا بقطعه كده بالمقص في ثانيه، مش بياخد مني حاجه. قطعت الكميه. طبعا الكميه اللي معايا دي كانت نص كيلو كبده. ما شاء الله اللهم بارك، عمل مثلا معايا يعني 20 سندوتش 20 سندوتش ما شاء الله مليانين يعني. بس دي الكبده بتاعتي اهي. لما بطلعها كده اسيبها تبرد شويه وتنشف من الصوص بتاعها. وابتدي ان انا احشي بيها السندوتشات. هحشي بقى الخليط كله. عايزه بقى انت براحتك تكتري يعني اللي تحبيه يعني براحتك. وفي بس حاجه كده في الاخر انا بعملها، اللي هي بجيب جريل كده اسخنه وبسخن فيها السندوتشات عشان لو العيش ما كانش صابح، وبيدي برضو طعم قرمشه كده. وبس كده. لو عجب الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناه، وشكرا.